حصل مع رونالدو. يعني انت بتقول على نفسك ان انت احسن لاعب في العالم، دي خبطه تعملها كاحسن لاعب في العالم. ويروح يقعد من عقله بقى للجماهير بيقول لهم يعني انا ما خدتش كارت احمر وايه، عيطوا. الحكم يروح يبص على اللقطه تاني في الفار، ويرجع تاني للفار ويقوم يديله كارت احمر، ويقوموا الجماهير يعملوا فيه ايه؟ يردوها له. فين يا ابني النضج؟ فين النضج بتاعك يا رونالدو؟ لا مش كده وبس، ويروحوا يعترض على الحكم الرابع ويروح يشد مع الفار. لا شوفوا الفرق ما بينه وما بين ميسي. اصل انت كنت بتقول احسن لاعب في التاريخ من اسبوع. اللقطه ديت لما كانوا بيقولوا له ويرز ميسي، طبعا كانت فيه لما كان بيلعب في ماتش السعوديه والارجنتين، هو ما كانش ظاهر قوي يعني في المباراه ديت، وانهزموا 2-1. فشوفوا عمل ايه، شوفوا رد ازاي في الملعب. شوف لعب الفاول وبعد كده ما عرفش ان هو يعني ايه، خلاص تمام. بصوا على الكرة بدون ما نتكلم كتير، هو الرد عليه ولا عمل حاجة للجماهير بعدها، سجل الهدف واحتفل هو وزمايله. بس الرد بيكون في الملعب. انت احسن لاعب في التاريخ ازاي وبتعمل